أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي جرت مساء الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة رفقة منتخب الأرجنتين حامل اللقب العالمي ومنتخب النمسا ومنتخب الأردن. وتعد هذه المجموعة من أبرز مجموعات البطولة نظرا لقوة المنافسة، حيث سيواجه الخضر واحدا من أعظم المنتخبات في العالم بقيادة نجوم عالميين، إلى جانب منتخب نمساوي يقدم مستويات ثابتة في المنافسات الأوروبية. ويرى المتابعون أن وجود الجزائر ضمن هذه المجموعة قد يشكل تحديا كبيرا وفرصة لإبراز مستوى المنتخب الوطني الذي يسعى لتأكيد عودته القوية إلى الساحة الكروية العالمية. بعد التعرف كل المنتخبات المتأهلة على منافسيهم، خرج مدافع منتخب الأرجنتين نيكولاس تاليافيغو بتصريح مستفز عن الجزائر، حيث قال: مجموعة الأرجنتين، الجزائر، النمسا والأردن ليست مجموعة خطيرة إلى درجة أن تسمى مجموعة الموت. في الحقيقة المنافسين الثلاث يمكن الفوز عليهم بكل سهولة. كما صرح أيضا مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وقال: الأرجنتين هي المرشحة الأولى في المجموعة العاشرة، ومنتخب النمسا منتخب قوي يمتلك مدربا مميزا، بينما الأردن يعتبر منتخبا متطورا حقق مفاجأة كبيرة بتأهله إلى المونديال. إذن الجزائر تعود إلى مواجهة النمسا في المونديال بعد 44 عاما من تآمرها عليها مع ألمانيا من أجل إقصاء الجزائر في تلك البطولة، حيث فاز المانشافت بهدف نظيف، وهي النتيجة التي تكفي المنتخبين الأوروبيين للتأهل معا مقابل إقصاء ممثل إفريقيا رغم فوزه على الشيلي ب3 أهداف لهدفين. هذه المؤامرة أجبرت الفيفا على إجراء مباريات الجولة الثالثة للمونديال في نفس التوقيت منذ الدورة الموالية في المكسيك عام 1986، بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري.